شو اصعب مباراه بالنسبه لكم في البطوله، وكيف قدرتوا تعدونها؟ شوف، كل المباريات صعبة، أنا أشوفها كلهم صعاب. بس يوم تأهلنا ووصلنا لدور الربع، هني بدأت المباريات الصعيبة. يوم قابلنا النصر هني، أقول لك منو قال العين، يعني العين بيطلع النصر ولا واحد. يوم مرينا النصف قال لك الهلال ما يقدر عليه العين، ما يعني بالتركيبة اللي عند العين، بالتركيبة كأسماء أرقام بيقولون الهلال تفوز، يقولون الهلال بيفوز. بس صراحة كنت قلت تصريح، قلت نفس هالمباريات تصنع رجال، وما كذبت. هالمباريات. تصنع رجال وما اوكي. كذبت، والله رجال صراحة، والله رجال ما كذب. وهناك في النهائي في اليابان، والله مرينا من يعني مراحل صعيبة، بس خالد عيسى شالنا. ها مباراة اليابان كنا نطلع خسرانين 3 و4، بس خالد عيسى أقسم بالله أنا قلت له في الغرفة، هو كان له دور كبير في هالدورة هذه. سبحان الله. في مباريات كبيرة شفنا خالد عيسى اللي نبغاه، صح ومو بصح. وما نسيت أنا ما سكرت أبو هزاع، والصراحة حضر ويانا كل المباريات، ساندنا في السراء والضراء، في الخسارة قبل الفوز، يوم نخسر يجي للغرفة ويساندنا. هذا الشيء اللي خلانا يعني كيف تقولون العائلة صراحة. يوم جيت العين حسيت بالعائلة، الحمد لله، والله هالشيء فرح.